السلام عليكم خواتاتي، نتمنى انكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. عيدكم مبارك سعيد بكل متمنيات ان شاء الله. وبما انه اليوم العيد فكرت انني نشارك معكم طريقة ديال تحضير بولفاف اللي كتجي زوينة ولذيذة وبمكونات بسيطة. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو غناخدو الكبيدة ديالنا غنقطعوها شرائح طويلة، وهنا غنجيبو شويه ديالنا غنحطو عليها شرائح الكبده وغنعملوها على الفخر. غنشويوها على الجناب بجوج بدون ما اننا نخليوها تحرق او طيب بزاف، غير غتنشف ومن بعد غندوزو للخطوه الثانيه. وكيف ما كتشوفوا معايا الكبده ديالنا هنا رحنا شويناها، دابا غنبداو نقطعوها طريفات صغار. وتبعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا الطريقه خطوه بخطوه. من بعد ما سالينا التقطاع ديالها كامله غنجيبو شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، وغنضيفو عليها شويه ديال الملحه، وهنا غنضيفو شويه ديال الربيع مطحون. ومن بعد غنزيدو عليها شويه ديال الثومه كذلك مطحونه. غنخلطو كاع المكونات كيف ما كتشوفوا بيدينا. من بعد غناخدو الشحمه ديالنا غنقطعوها لشرائح طوال باش هيدا غنقدروا نلفو فيها الكبده ديالنا. من بعد ما سالينا التقطاع ديال الشحمه ديالنا غنجيبو كل طريفه ديال الكبده غنعملوها في واحد طرف من الشحمه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بهذه الطريقه غادي نلفوها حتى نساليو الكميه ديالنا كلها. من بعد ما سالينا الكميه ديال البلفاف ديالنا اللي عملنا فاحنا غادي نوزعوها على القطيبات ديال الشوا، وغناخدوها نعاودو نشويوها مره اخرى على الفاخر. غير هو ردوا البال حيتاش كتشعل العافيه بزاف في الشحمه باش ما تحرقش ليكم. حاولوا انكم تقابلوها فقط. كنتمنى من كاع المتتبعين اللي غيشاهدوا الفيديو انهم يدعمونا وما ينساوناش يشاركوا في القناه ديالنا مازال جديده. وكنشكركم بزاف وبقاو معايا باش تشوفوا المرحله النهائيه.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البلفاف ديالنا، والله الا كيجي بنين وزوين ولذيذ. جربوه ما غاديش تندموا عليه، وبصحة وراحة، وعيدكم مبارك سعيد. شكرا.